السلام عليكم ورحمة الله. كلنا نعرف ان اللي يشل الشنط او يرتدي الحقيبة هم النساء الحريم او البنات، يعني على حسب احتياجاتهم. تعرفون ما شاء الله كثير شغلات تكون داخل الشنطة هذه من احتياجاتهم النسائية، ولكن في الفترة الأخيرة قمنا نلاحظ ان في فئة من الشباب او أقلية من الشباب او أقلية يشلون شنط صغيرة هاند باج، يعني تكون متوسطة الحجم، شباب في المولات والأماكن العامة. البعض يقول انها موضة، وبشركم بعد ماركات وكل فترة يبدل البراند، مرة لونها نفس لون الجوتي وانت بكرامة، مرة لونها نفس لون التيشيرت، يعني مما شابه ذاك. لكن وين السوق؟ احنا نعرف فئة كبيرة من الرجال، البزنس مان او التجار او اصحاب المناصب، يشيلون الشنطة الصباحية فيها اوراق وملفات جدا مهمة يحتفظون فيها. ومن يخلص دوامه او من يخلص شغله، يعني انت من بعد العصر بتشوف الرجال فال الشنطة يا في السيارة يا في المكتب يا في البيت، خلاص ما يرجع يستخدمها. ولكن في أقلية من الشباب يستخدمون الشنط الرجالية. صدقوني لو تسمعون عذري تراني أنا واحد منهم، وأحاول دائما أتجنب إني آخذ الشنطة هاي في الأماكن العامة. انتقدني بعض الأصدقاء فاضطريت إني أنا أبرر لهم. صدقوني يوم سمعوا المبرر قالوا لي ما في مشكلة، يعني أنت ما تقلد الشباب اللي هابين هاليومين. قلت لهم لا طبعا والله ما قلد. تعرفون عندنا في الإمارات لبسنا تقليدي للكندورة. تعرفون الكندورة دائما تكون موازية للجسم وفيها مخبيين على اليمين على اليسار، او يكون في ومخبه هني قدام. تعرف عاد اغلبيتنا عنده اكثر من موبايل، ولا عنده محفظة ما شاء الله، والمحفظة داخلها 1000 ورقة، ولا يدخن بعيد عنكم وعنده باكيت او ولاعة وشغلات مثل هذه. فلما تحطها في مخابيك وتمشي يطلع شكلك غير انسيابي، يعني غير مريح للنظر. نفسي انا براويكم شنطتي الحين شوفيها، وانتم احكموا قولوا لي هل ان انا احتاج شنطه ولا ما له داعي، او في شيء ثاني اقدر اخذ فيها الاغراض هذه. وصحوا هاي شنطتين يا الربع، استعرضها معاكم. بسم الله. طبعا عطر، هذا طبعا مركم بورتبل تشارجر، وهذا الثاني بخبركم ليش هالكثر عندي بورتبل تشارجر. بطاقة الدوام، في موبايل. تعرفون سوالف التصوير لازم تكون كلها ايفونات بلس، هذه كلها ما بتقدر تشيلها. وهذه قبضة تعرفون يمكن تطيح. وفي ابو حمدان، انا عندي وحدة بس اللي عندي هذه عادية، هي استعملها حق بعد التلفون